السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. نشرة أخبار مصر مباشر اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020. نبدأ على بركة الله. حدث ليلا 432 إصابة جديدة بكورونا واتصال ترامب بالسيسي. شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي: ارتفاع جديد. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم أمس الخميس. أعلنت وزارة الصحة والسكان الخميس خروج 133 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103,082 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 19 حالة جديدة. ونتابع: السيسي يبحث مع ترامب هاتفيا التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تبادل الرؤى والتقدير تجاه تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة. وأكد الرئيس ترامب على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الولايات المتحدة ومصر، ومحورية التفاهم المتبادل بين البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه عبر الرئيس خلال الاتصال عن امتنانه وتقديره لجهود وإسهامات الرئيس ترامب في ترسيخ علاقات الصداقة الممتدة بين البلدين، متمنيا كل خير ورخاء للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق. وأكد الرئيس على استمرار مصر في بذل الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لما فيه صالح الشعبين الصديقين، وذلك في إطار ثابت من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ونتابع: بايدن يعتزم الدعوة إلى استخدام الكمامات لمدة 100 يوم بعد تنصيبه. قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الخميس إنه يعتزم التوصية بأن يستخدم جميع الأمريكيين كمامات في الأماكن العامة لمدة 100 يوم من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد. ووضع بايدن خلال مقابلة مع شبكة CNN خططه المستقبلية للتعامل مع الجائحة. وقال بايدن: سأصدر أمرا دائما بأنه يجب أن يستخدم الفرد كمامة داخل المباني الاتحادية وفي وسائل النقل بين الولايات، كما يجب أن يستخدم كمامة على متن الطائرات والحافلات وما إلى ذلك. وأضاف: في اليوم الأول لتنصيبي سأطلب من الشعب استخدام الكمامة لمدة 100 يوم، 100 يوم فقط من استخدام الكمامة، ليس إلى الأبد. ونتابع: فنون: بنتي هتتجوز. إلهام شاهين تطلق زغروطة على الهواء في معكم. أطلقت الفنانة إلهام شاهين زغروطة على الهواء احتفالا بحفل زفاف الفنانة أمينة خليل، معقبة: ألف مبروك، بنت هتتجوز، لازم أفرح. وعملت بدور رائع في فيلم حظر تجول. وقالت شاهين في لقائها مع منى الشاذلي في برنامج معكم المذاع على قناة CBC أمس الخميس إن مخرج حظر تجول أمير رمسيس كان يريد أن يتكون إحساس الغربة بيني وبين أمينة خليل، ولم نتقابل إلا في لوكيش التصوير، مؤكدة أن هدفه هو خلق مشاعر داخلية بالغربة واستثمارها في الفيلم. وتابعت: وأوجه تحية كامل الباشا الفنان الفلسطيني صاحب جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا، وتحية منقلبي لشعب فلسطين. ونتابع:
بالفيديو نادية عمارة: صوت المرأة ليس عورة، والصحابيات سألنا النبي صلى الله عليه وسلم. تلقت الدكتورة نادية عمارة سؤالا ورد من إحدى السيدات تسأل عن صوت المرأة وهل يعد عورة. في بداية ردها قالت الداعية الإسلامية إن مقولة المرأة عورة مقولة خاطئة، وأنها قد شاعت بسبب الفهم الخاطئ والمبالغة الشديدة في سد الذرائع. وأضافت عمارة عبر إحدى حلقات برنامج قلوب عامرة المذاع على فضائية ON أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقا، وكيف يكون كذلك وقد روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الصحابية شفعاء الخدين التي قامت تسأل النبي بمحضر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهناك صحابية جليلة كانت تسمى خطيبة النساء، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن. ونبهت عمارة إلى أن القرآن الكريم قد وضع ضوابط الكلام المرأة، فقال تعالى: أفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فهنا أمر يقول ونهى عن قول، حيث نهى الشرع عن الميوعة في الكلام حتى لا يطمع من في قلبه مرض، وكذلك أمر بالقول المعروف وهو الذي يقول على طبيعته بما يليق بالحال والمقام. ونتابع: ما حكم المتوضئ إذا شك في الحدث؟ مجدي عاشور يوضح الرأي الشرعي تحت عنوان دقيقة فقهية. نشر الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين عام الفتوى رده على سؤال يقول: ما حكم المتوضئ إذا شك في الحدث؟ في إجابته أوضح عاشور الرأي الشرعي قائلا: أولا، الشك هو استواء الطرفين بحيث لا يستطيع المتوضئ أن يرجح أن وضوءه قد نقص أم لا. ثانيا، قسم الفقهاء الشك في الحدث إلى حالتين: الأولى إذا شك المتطهر في أصل الحدث هل أحدث أم لا، ففي هذه الحالة لا يضره هذا الشك ولا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أم لا، حتى يتيقن أنه أحدث، لما روي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له أسرط بين البيئة ليقتنه عن صلاته، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. والثانية، إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهنا يلزمه الوضوء بالاتفاق. وفي خلاصة فتوى أكد عاشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه إذا شك الإنسان المتطهر هل أحدث أو لا فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء، يعني يعتبر متوضئا. أما إذا شك في الطهارة وهو متيقن أنه كان محدثا قبلها فإن عليه الوضوء في هذه الحالة، إذ اليقين لا يزول بالشك، والله أعلم. ونتابع: أمطار في هذه المناطق والصغرى تصل إلى 3 درجات، الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس. أمطار في هذه المناطق والصغرى تصل إلى 3 درجات، الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة شبورة مائية وطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة. كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم وبمحافظات الجمهورية. درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22، في شبين الكوم 12 22، في طنطا 13 22، دمنهور 13 22، الإسكندرية 13 22، بلطيم 13 22، مطروح 12 20، السلوم 12 19، سيوة 8 22، بورسعيد 14 22، دمياط 14 22، الزقازيق 13 22، الإسماعيلية 11 23، السويس 12 23، العريش 12 22، رفح 12 21، رأس سدر 14 23، نخل 24، نويبع 17 23، طابة 12 21، كاترين 3 16، الطور 12 24، شرم الشيخ 16 25، الغردقة 15 25، مرسى علم 15 25، الفيوم 11 22، بني سويف 10 22، المنيا 9 22، أسيوط 10 23، سوهاج 10 23، قنا 10 23، الأقصر 10 24، أسوان 12 24، أبو سمبل 10 24، الوادي الجديد 9 25، شلاتين 18 27، أبو رماد 17 26، حلايب 19 25، رأس حديرة 19 25. وبكده نكون قدمنا لكم أخبار مصر مباشر اليوم الجمعة 4/12/2020. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.